تزوجت زوجي عن حب. عشنا قصة حب كتير حلوة قبل ما نتزوج. وعندي ولدين وكتير مبسوطة، كتير مبسوطة بحياتي مع زوجي. بس معظم الوقت زوجي بيقضي بالشغل، بحكم عمله، بيروح من الصبح ما بيجي للمساء، بيشتغل بالتجارة وكل شي بيطلعوا أرباح، كل المصاري بيحطها معي لأنه واثق فيني، مأمني إني أنا زوجته وأم أولاده. بس أنا صرت أحس بالفراغ، أحس بالنقص، إنه أنا مش عايشة حياتي يعني مثل أي زوجة بتحب زوجها يهتم فيها، رسالة من هون، تليفون، كلمة حلوة من هون، بيجي المسا تعبان بيتعشى وبينام. جيت طبعا عندي أنا بالأساس فيس، وعندي نزلت برامج، بالصدفة تعرفت على شاب ضل يعمل، أو يمكن من الستوري اللي أنا بنزلهم، من الحالات اللي بنزلهم، حس إني أنا عايشة فراغ وهي القصة. ضل حتى قدر إني أنا أحكي معه، وفعلا صرت تعرفت عليه على الفيس وصرت أحكي معه، ويقول لي حرام أنت إنسانة لازم تعيشي حياتك، وأنت 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 وأنت. أخذني بالكلام الحلو المعسول، وكيف أو داس على الوتر الحساس، وفي شو هي الست بحاجة لشيء تسمعه. صار يسمعني إياه وتأثرت وصرت أتعلق فيه وحبيته، تعلقت فيه وصرت بدي أعمل المستحيل بس لحتى أكون معه. ما فكرت حتى على حساب زوجي، على حساب بيتي، على حساب أولادي، على حساب أي شيء. ما فكرت بأهلي، ما فكرت بكلام الناس، ما فكرت بأي شيء. المهم بدي أكون أنا مع هذا الإنسان. خلص الشيطان سيطر علي، سيطر علي. شو بدي أعمل؟ شو عملت؟ اتفقت معه، قلت له خلص ما بفيني بقى أعيش من دونك، لازم نكون مع بعض. قال لي بس أنا هلأ وضعي يعني ما بسمح إني أفتح بيت وإذا بدك تطلعوا. قلت له أنا ما عليك، كل شي مصاري أخذتهم من زوجي ومأمني عليهم، جمعتهم ما يقارب المبلغ $500,000. رح تنصدموا، $500,000 زوجي كان مأمني عليهم. شغله تعبه عم بيغيب طول الوقت لحتى يأمن لنا حياة كريمة. وأنا رحت حبيت، تعلقت بشخص غريب ما بعرفه. مهم قلت له لازم بدنا نهرب ونستأجر بيت ونعيش مع بعض. خلص ما فيني. قال لي منين نجيب؟ قلت له انت ما عليك، انا معي مصاري. هو هيك فرح، قال لي اذا هيك ولا يمك، رح نعيش احلى عيشه، رح تكوني الملكه، انت عمري، انت حياتي، وانا تعلقت فيكي خلص ما بقى فيني اتركك. اتصلت بحماتي، طبعا هي مش عايشه، قلت لها انا بدي اروح على السوق اشتري شويه اغراض، بدي الاولاد انت تنتبهي عليهم. ما نطرت لحتى انه تجي لعندهم او اني انا اخذ لياهم على البيت، لا، تركتهم بالبيت، فتحت الباب وفليت، ما فكرت. وفعلا استأجرنا بيت انا وهذا الشاب، وعشنا كأنه متزوجين،
حسيت اني في عالم تاني، ما حسيت اني غلطانة. هذا هيك ما ادري شلون خطر لي اسأل عن الأولاد. في صديقة كتير اتصلت فيها عم بسألها، قالت لي انتي شو عملتي بحالك؟ ليش هيك عملتي؟ ليش هيك تصرفتي؟ دمرتي جوزك، دمرتي بيتك، اولادك ضلوا يومين لحتى لقوهم، انتي بعد ما فليتي ضلوا يومين بالشارع لحتى لقوهم، ام وابوك، ام وابوهم لحتى لقوهم، ولا كانوا بالشارع حتى ملاقيهم حدا وحاطينهم بالجامع. معقول انتي هيك تعملي؟ مشان شو؟ ما فكرت، انقهرت شوي. قلت لها المهم انه هن لقوهم. قالت لي زوجك كان رح تجيه جلطة، انه انت هيك كيف كان واثق فيكي كل هاي الثقة وكل هالمحبة وأمنك وعطيك المصاري كلها، وفوق أخذتي كل تعب عمره وشقاء أخذتيه كمان. مشان شو؟ بيستاهل هذا الشيء اللي عملتيه من شانه؟ بيستاهل هذا؟ المهم سكرت وما رديت عليه، ما رديت ولا بكلمة. بعدين حاولت اني اتعايش طبيعي، حاولت انه ضميري موته شوي. ما في اسبوع بصحى بلاقي هذا الشاب اخذ المصاري وفالل. هاي نتيجة الشي اللي انا عملته واللي انا بستاهله. اكيد رح تقولوا لي بتستاهلي. اكيد انا بستاهل هيدا الشيء اللي صار، اني انا تركت زوجي اللي امني واللي حبيته واللي عندي واللي معتبرني ام اولاده، خنته مع حدا غريب واخذت شقة عمره. اكيد مش رح يسامحني، ومستحيل. انا متأكدة انه ما بقى رح يرجعني لاولاد ولا رح يخليني بقى اشوفهم، لانه اكيد بستاهل. هلا ندافع اجار هون شهر، بس بعدين شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل بحياتي؟ اولادي، روحت كل شيء، شقة عمر زوجي وخنته، ولاني متعلمة ولاني متعلمة مهنة، حتى ضيعت حالي. عم بحكي قصتي لحتى تكون عبرة انه ما تأمنوا بقى لأي حدا، وخاصة الست المتزوجة ما تحكي مع أي حدا غير زوجك. هدول ناس بيصطادوا بالمي العكرة، شباب صايعين ضايعين، ما بيهمهم لا شرف ولا عرض ولا شيء، المهم بيهمنا زواتهم. وخاصة إذا ما بيشتغلوا بدهم أي شيء أو اشياء يتعلقوا فيها لحتى يحصلوا على فلوس وما يتعبوا بالشي، لأنه ما عندهم أخلاق، ضميرهم ميت. هدول اسمهم ذئاب بشرية، انتبهوا منهم. ما تأمني لأي حدا. هذا الكلام المعسول والكلمات المزيفة والحب والشعارات الحب الرنانة وهي القصص كلها كذب، بس ليحصلوا على الاشياء اللي بدهم اياها منك ويكبوكي بالشارع. اكيد معهم حق، لانه الست اللي بتبيع زوجها واولادها تتخلى عنهم ما تتوقع اي شيء من اي حدا، ما تتوقع اي شيء من اي بني ادم بالكون انه ممكن يوقف حدها. بتمنى اكون درس، بتمنى اكون عبرة. ما بعرف شو بدكم تقولوا عني، او انا شو بدي لازم اعمل بالايام الجاي. شو بتنصحوني؟ بعرف اني ما بستاهل، بس ان شاء الله انتو تفهموني صح. سلام.